السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم خوتي وخواتاتي، معكم ماجد ولد باب الله. اليوم معايا واحد النموذج اللي بصراحة كنفتخر به وكنتمنى كاع المغاربة يكونوا بحال هكا. والخوا راه حدها الدنيا، شي الخوا حدها الدنيا، اختلف كيف ما بغيتي مع خوك، لكني ما تدوزو ما يدوز. هذه رسالة لجميع الأخوت والأخوات، راه الخوا حدها الدنيا. كنتمنى للسي محمد أنه يسمع أخبار الخير على الأخ ديالو ويتحسن من المصير ديال هذه القضيه ديال الاخ ديال مروان المقدم. ولكن كيبقى واحد نقدر نقول لك انا ايقونه هذا السي محمد اللي كيناضل على باش يعرف لخوه المصير ديال خوه. هكذا بغينا نكونوا دائما يد وحده، وقبل ما ينطيحوا، قبل ما نموت، قبل ما نختفي، قبل ما نمرض، قبل ما ندخل السجن، على الاقل نتعامل مع خويا بحال اللي كنتعامل مع صديق ديالي. ما تبقاش ديك الحساسيه. احنا عارفين هذا الشيء من زمان، من ايام قابيل وهابيل، ولكن شويه اللطف مع الخوت، نحسوا بهم باوجاعهم. واخا ما غاديش نعاونوا ولا ما قادش نعاونوا غنسمع ليه. دابا الا مشى خوك راه عرفتي واحد الحراره هنا، واحد النار راه غير اللي فاقد خوه او لا ميت ليه راه هو اللي غيحس بهذا النار. كاين واحد المثال ديال كيقول له مات هذه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء كيتقال والله اعلم. داز على واحد قال له مات لي با، قال له دوز الفرض ديالو. داز على الثاني قال ليه مات لي ما، قال له دوزات الفرض ديالها. داز على الثالث قال له مات لي خويا. شوفهم كيبكيو هاد الناس، دايز لقى واحد كيبكي قال له مالك، قال له مات لي الاب ديالي، قال له دوز الفرض ديالو الله يرحمه. داز على الثاني قال له مالك، مات لي الام ديالي، قال له دوزت الفرض ديالها الله يرحمها. داز على الثالث قال له مالك كتبكي، قال له مات لي الاخ، قال له قسمتي لي ظهري. موت الخاوه اولا فقدان الاخ راه كتقسم الظهر. وهذا الشيء اللي هذا الاخ هذا اللي ما خلى حتى شي منبر، ما خلى حتى شي قنت، اي بلاصه اللي ممكن انه يبان له واحد البصيص ديال الامل، يسمع الاخبار ديال خوه وتحسن المصير ديال هذا الملف هذا، كيمشي كيدق عليه. وانا كنفتخر به كمغربي، كولد بلادي، كيدير على خوه هكذا بغينا نديروا على خوتنا. خويا السي محمد، هي مقدمه طويله. خويا نتمنى ان شاء الله ليك والعائله انكم تسمعوا اخبار الخير وتسمعوا اخبار الخير على الاخ. قول لي كيفاش كتعيشوا نتوما هذا راه حنا سامعين كاع داك الشيء اللي هضرتي عليه، الملف كل شيء المغاربه راه قضيه ماشي راي عام وطني، هي دولي. كيف انا بغيت الحوايج اللي ما هضرتيش فيهم، كيفاش كتعيشوا في الدار بلا مروان او لا بلا اخبار مروان كما كنتوا كتعيشوها قبل ما يوقع هذا الواقع؟ انا نلقى فوقاش اوتوماتيكمون كيف قلتي باللي الاخ فوقاش كتفقد واحد منك، واحد من دمك ولا من لحمك ولا نفس الام ونفس الاب، وكتفقدوه مصير مجهول. ما تعرفوا ميت وما تعرفوا حي، مصير مجهول. ضروري غادي تعاني. لو كان عرفتي بعدا غتعرفوا حي ولا ميت كتعاني معاه، ما بالك مصير مجهول الى حد الان ما عرفتي واش حي ولا ميت. وضروري الدار كتبقى خاويه، ولكن فيها هذه القضيه فيها السلبيات وفيها الايجابيات. السلبيات ديالها باللي فقدتي واحد الاخ ديالك ما يمكنش يعوضوا لك حتى شي واحد في دمك ولا في لحمك ولا واحد منك، ما يقدروا حتى شي واحد يعوضوا لك لو كلفوا لك الدنيا كامله. وثاني حاجه اللي فقدنا مروان في هذه المرحله، كسبنا بزاف ديال الناس، كسبنا الامهات والاباء ديالنا والاخوان والاخوات، كسبناهم بهذا السبب ديال المختفي مروان المقدم، وكنفتخروا بهذا الشيء. خويا السي محمد، دابا انا قلت فقدان الاخ تقسم الدار، هذه الكلمه هذه واش كاينه؟ انت كواحد الاخ انت نتمنى اي انسان ما يفقدش سيرتو الاخ ولا عزيز. واش هذه ديال القسم ديال الدار ديالي، هذا الاحساس حاس به انت من جهه مروان؟ فقدتي شي حاجه غاليه عليك؟ النار هذا الشيء اللي قلت لك، النار ديال القلب كاينه كتحس بها فعلا. ماشي غير فقدنا واحد حاجه غاليه، فقدنا واحد حاجه ما عندهاش ثمن، ما يعوضها لكش غير الله، باش نكونوا واقعيين. حيت حاجه خلقها الله ما يقدرش يعطيها لك شي واحد غير الله اللي غادي يعوضها لك فيه. وحنا عندنا ثقه في الله وامنين، ماشي زعما كنقول لك امنين بالقدر ونعم بالله، وامنين بالقدر كخيره وشره، ولكن في نفس الوقت بغينا نعرفوا المصير ديالو، سواء كان حي راه في السماء غينزل ولا راه في الارض يطلع، ولا ما كان ميت يقولوا لنا شنو وقع له مع محاسبه الجنود ان شاء الله يا رب. الوالده كيفاش كتعيش الوالده؟ حاول تشارك المشاهده، حاول، وهي راه ما هضراتش، راه
راه هي الا مشيتي تكلمات راه عاود غادي تولي قضيه اخرى، لان غادي يولي واحد غادي تجيش قلوب ديال امهات اخرين فعلا. كاين اللي راه مفقود الولد ديالها، كاين اللي راه مسكينه حارق وما عارفاش الاخبار ديالو. راه الاسر بزاف ديال الاسر اللي غتبقى تبكي. كل واحد هذه الام مازال ما هضرتش. انت حاول تشاركنا المعاناه ديال الام اخويا. الام رجل طيب، انا مثلا غير كنشوف فيها مثلا هي اللي كتخليني نقلب ونزيد ونبحث على الاخ ديالو باش نجيب ليها المصير ديالو، سواء حتى هي بغات غير المصير، سواء كان حي الموت ديال الله والحياه ديال الله. ولكن فوقاش كيكون المصير مجهود كتكون مصير مجهول، كتكون قاصحه شويه الدعوه كتفكركم باللقطات او اللحظات الاخيره اللي عشت معاه. كتفكركم بأي حاجه دابا الى حد الان عندنا الفيديوهات من غيرك انت هي ولا بد يصل عندها الى حد الان عندها المحادثات ديالو اللي كان كيتواصل مع علامات الباقره فعلا المحادثات والفيديوهات والتصاور ديالو كتبقى غير تشوف فيهم. اي اتصال جاني فين ما مشيت وفين ما درت كتقول لك واش كاين شي جديد وشكون اللي اتصل بك وشكون واش قالوا لك شي حاجه. يعني التحقيق دائما مع التحقيق اكثر من والتحقيق اكثر من اللقاء الله يسمح لنا من ديالو ما يحس بك راني عارف الاب بغى يكون مكمدها في قلبه مكمدها وساكت ماشي زعما وساكت كيف كان. حنا الرجال كنحاولوا شي شويه قوامون ماشي قوامون كنشاركوا الحياه ديالنا حنايا كنشاركوا كنخرجوا كنهضر معاك ولكن هي راه عايشه في الدار بغات غير المصير ديال ولدها وانت كتحاول هذيك الطاقه ديالها كتحاول تعطيك انت ديك الطاقه باش تقلب على ماشي غير هما وصافي حتى الدعم والمؤازره اللي تلقات هذه القضيه قضيه انسانيه اللي تلقات هذا الدعم والمؤازره بل ما كيف قلت انت ماشي قضيه وطنيه وصافي بل حتى دوليه غادي تاخذ ابعاد كبيره هذه القضيه. الدعم ديالهم والمؤازره كنحسوا باللي حنايا ما راناش بوحدنا فقدنا الحمد لله. ولكن ما عمر شي انسان راه في الكره الارضيه بوحدو لان ملي كتوصل كل شيء كتبقى بنادم تجري حيت كتوصل للحاجه الانسانيه كتلقى كتحرك القلوب الحجراء كتحرك هذيك الانسانيه بيناتنا. في كل الاحوال كيف كنقولوا الامر مفوض الى الله سبحان الله، حيت الله اللي خلق هذا الكون وخلق كلشي، خلق هذا الكون بواحد الميزه تسمى كيف ما فكرتي ليها ما تلقى ليها الحل. كلشي عنده قريب وكلشي عنده ساهل ان شاء الله يا ربي. ولو كنتعاونوا على الجنس والانس باش ما يبينوا واحد الحقيقه الا بغى الله ما يبينهاش، ولا تعاونوا عليك الجنس والانس باش يخبعوها الا بغى الله تبان غادي تبان، حيت عندنا الثقه ديالنا في الله واللي ذكرناهم اللي دعمونا وازرونا في هذه القضيه وهزوا معنا هذه المحنه وهذه القضيه وعندنا الثقه فيهم كامله ان شاء الله نوصلوا للمصير ديال المختفي مروان المختفي. الامهات اللي كتلاقاهم اشنو هما الرسائل اللي كيقول لك اعطيه بلغهم للوالده ديالك؟ الامهات كيحسوا حتى هما حيت عندهم ولادهم ما كيبغيوش يطيحوا في نفس حيت التجاره كيجربوا موقف صغير وكيتعدوا. ما بالك واحد الام سمعت على ولدها مع عام 3 شهور ضروري الدعم والمؤازره وكيقول لك الله يصبرها والله يشوف في عوان هذا وما عندهم ما يقولوا اكثر من هادشي. خوتي وخواتاتي كنعاود نقول الاخوان الخاوه راه حدا الدنيا، حاولوا ما امكن انكم تماسكوا مع الاخوان ديالكم، ما كنقولوش حنا تشاركوا معاهم في التجاره ولا على الاقل سول على اخ ديالك، على الاقل جلس معاه ولو نهار في السيمانه تقهوى معاه، ولو في نهار في السيمانه اتصل به اسمع ليه. ما عارف ما تقدرش تحل ليه المشكل ديالو ولا ما يقدرش يحل لك المشكل ديالو، ولكن على الاقل اسمع ليه، لان باش ما تطيحش راه ملي غادي تطيح بحال هكا يوقع لك الاخ ديالك شي مشكل قدر الله موت او لا سجن او لا اختفاء، راه غتقول يا ريتالي كنت سمعت ودرت معاه شي تصويرات غديت معاه فطرت معاه. هادشي كاع دابا عام و3 شهور ما وصلناش للمصير ديالو، كلشي كيغوت كلشي كيهضر، المغرب كامل ما بالك ماشي غير العالم كامل العالم كامل، وما بالك يكون ترتاحي في هذا عام و3 شهور وهذا من غادي هذا الفشل من غادي تسحبوا الراس تقول انا اللي ما درتش ودابا ما كيرجعش عليك الندم. الضمير ديالك غادي يقول لك علاش ما تحركش الندم، كتقول الحمد لله شي حاجه الضمير مرتاح درتي اللي عليك والكمال لله، حيت النتيجه انت السبب والكمال على الله وعندنا الثقه في الله. خوتي وخواتاتي الى هنا ان شاء الله ومازال الحديث باقي حتى نفرحوا كاملين ونسمعوا المصير ديال الاخ مروان كيف ما كانت النتيجه. المهم يتحسم هذا المصير ديال هذا الشاب هذا العداله لمروان ان شاء الله، العداله لمروان العداله والحق، تحيه لك اخويا الحق المصير وصافي. الله يكبر بك وشكرا وكنحييوك كلشي ولنا شرف نتواجدوا معك هنا في هذه المدينه الجميله. كان معكم خوكم مجيد ولد باب الله، تحيه لخوتي ولاد باب الله من طنجه حتى للقويره وخوتنا المغاربه خارج الوطن، ونتمنى ان شاء الله انه يحاول اي واحد يتلقى مع الاخ ديالو ومع الاخت ديالو ما يخليهمش بعادين عليه باللي قسم الله. تحياتي والسلام عليكم.